ها كيف انت الحين؟ اشتغل شوي وتوكل. امسك هذا المضادات الحيوي والمهدئات تستخدمين بعد الفطور وبعد السحور كل يوم. ينفع هذا العلاج؟ ان شاء الله ان شاء الله. المهم انت بطل السرعه، بطل السرعه عشان ما تقع بكش حوادث. بس البترول متوفر هذا الايام. واذا البترول متوفر خلاص نفعل حوادث نسرع. ايوه عادي. المهم ما يجيش لك ذي الحين من هنا. اذا اتصلت اخي اذا يجي الحين. اخوك الله يستر هذا شكله حادث جديد. لا تقلق يا دكتور لا تقلق، هذا اخي امير قد وصل. اخوك فعل حادث؟ عادي سهل. كيف عادي؟ انتوا ايش من عائله؟ انتوا هوايتكم الحوادث ولا ايش؟ لا بس معنا ورشة سمكرة. معكم ورشة سمكرة؟ إذا معكم ورشة سمكرة تمشوا تصدموا في الناس عادي. صابر. خاطرك يا دكتور خاطرك. يلا المرة الثانية إذا فعلتوا حادث خليهم يجبسوك في الورشة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بطني يا دكتور يا دكتور لحقنا يا دكتور. لحقنا. ما له هذا؟ بعد العشاء وهو جالس يصيح بطني بطني بطني. ايش اكل؟ اكل كل حاجه. ايش اكل طيب ايش؟ فضرب 20 حبه سمبوسه بالدقه و15 سمبوسه بالجب و3 صحات لي. هذا بكله؟ هذه فطور، والعشاء تعشى ب2 صحون شفوه، 2 صحون رز، 2 صحون مكرونيه و2 صحون شعيريه وشربه ومحلبيه وجيلي وحبة دجاج خلانها. يا اخي خلاص بس ديت لي الجوع الله اكبر عليك انت وياه. انا دكتور ايش اعرف ايش وجع بطني هذا؟ ما هو وجع بطني هذا اللي في بطنك هذا جوع، هذا جوع. انا صدق ما تعشيت متعشان قد فعلت لنا ازمه اقتصاديه اتقي الله. انا صايم ناهي ولو انت صايم ما تاكلش هذا كله. هذا ابوك. هذا اخيك باين انه اكبر منك، يعني باين انه ابوك من كثر ما بياكل. من كثر ما بياكل. سابر خلاص الحين طلعها هنا فوق الكرسي نبسل. انا قاعد معلي بطني بتوجعني. نفعل لك مغذيه عشان الهضم وهذا. مغذية ميه علي 6 هنا 3 ما يكفيش. ناهور حتى في المغذيات يا اخي شله منها انا شله طلعها هي. يا دكتور الحق ابي المريض. اين ابوك؟ بابا. دخلوا طلع فوق الكرسي سريع. هنا مالك ايش حصل لك؟ ركبي يا دكتور واصابع رجلي مرمات. طيب اسكام الدرج لك شويه اشوف انت. ما اقدرش يا دكتور ما اقدرش، رجلي بتوجعني قويه. مال هذا اول مره تجي لها الحاله هذه؟ ما ادري وذبناها. اول مره تجي لها الحاله هذه؟ لا بتجي له كل مره بس المره هذه زياده. طيب ايش اكل هو؟ اكل لحوم. كيف لحوم؟ اصلا ابي اليوم فعل عزومه. ايوه يعني واشترى اللحم والبقري والغنمي والرضيع وكل شيء. ايوه والضيوف اعتذروا ما عجوش ورجع ابي ما قصر اكل اللحمه كلها. اكل اللحمه كلها؟ ايوه كلها. وتفطر ايش تفطر؟ فطر حبات دجاج. حبات دجاج؟ اذا بتفطر هكذا وبتعشى هكذا ايش بيتسحر؟ بديناصور؟ لا بيتسحر بخبزه وزبادي بس. خبزه وزبادي؟ ما بيبشمش من الزبادي؟ بشم ايش؟ ده الحين ابي ماله. ايش في ابوك فيها النقرس من الزبادي صح؟ من الزبادي ايش؟ من اللحمه من اللحوم اللي بياكلهن. حلقات هو بياكل كل يوم لحم، ليش ما اليوم عيجي لنا نقرس؟ هو لانه بياكل لحم كل يوم جاء له النقرس. يا دكتور رجلي يا دكتور. دكتور رجلي بتوجعني. ناهي تمام. وانت ما حد قال لك تاكل اللحمه هذه كلها؟ هل ما تشيني ارجم باللحمه يا دكتور؟ اتوزع لجيرانك للفقراء للمحتاجين، ادي له هذا. اكلت لحمه انت؟ شميتها بس. بس لا حول ولا قوه الا بالله. المهم هداد الحين خلاص بشوف لك مهدئات للمفاصل. خلاص كملت المغذيه. المهم تكون مخفه الاكل، لا تكونش تاكل خيرات. يا دكتور الله يقضي عليك ابني. ماشي اختي ماله؟ ابني معلش دارين على امتد هنا. يرجع مره ثانيه يدوخ. انتهت. منيحين. قلت لي من بعد الفطور. بعد الفطور ايش اكل؟ ما اكل شيء غير شرب شويه ماء. طيب اكل تمر، شرب عصير، اي حاجه فيها سكريات. ماشي.
شيء يا دكتور، هو كان بيشتغل في الجولة، جاء واحد ابن حرام شل عليها الفلوس، روح البيت هو مقهور. وهو ليش يشتغل هو بهذا السن؟ أين أبوه؟ أبوها الله يرحمه، وخرج يشتغل لنا علشان يوفي لنا حق مصاريف وحق فضل. سابر خلاص أنا بفعل له الحين مغذية وفيتامينات وإن شاء الله يقوم بالسلامة، ما بش حاجة. بس يا دكتور أنا ما بش معي زلط. لا تقلقي يا أختي سهل، أنا بعالجه ببلاش. الله يديلك العافية يا دكتور. خلاص يا دكتور افعل له مغذية ولا أي حاجة، وأنا إيش أصير أبس له أي حاجة ياكلها. سابر تمام. الله يديلك العافية. يلا. هيا شفتوا هذا جالي ركبه بيوجعنه وأصابع مورمات من كثر اللحوم اللي قد أكلها، وهذا عنده عسر هضم من كثر ما عبى بطنه من كثر ما أكل، والولد جاء مدوخ ما فيش معهم حق الفطور، فطروا بماء. الله فرض علينا الصوم عشان نحس بالفقراء والمساكين والمحتاجين اللي مثل هؤلاء، مش علشان نعبي بطوننا وخلاص. بس ايش نفعل؟ احنا فاهمين الصيام غلط. لا حول ولا قوة إلا بالله. اي والله ان احنا فاهمين الصوم غلط. خلاص أجراك أبا نساعدهم. اكيد. سير اشتري لهم 5 كيلو لحمه. ورجعنا احنا واللحمة يابا، احنا بندور خارجة غندلحنا من اللحمة وعادك شتي تمرض الناس من فلاك. والله اقول لك خلاص سير اشتري من المطعم وانا جاهز احاسب صاحب المطعم. أقول له على حسابك. ايوه. خسيمة. بسام ها أنا سيرت لهم لعب باقي أكل في البيت. ما عبش، أنت كملت كل حاجة. كملت كل حاجة. أيوة خلاص سيرت لهم مصاريف من الدكان حقنا. من الدكان حقنا يا خسير. سيرت لهم مصاريف. سرع فعل خير. ها شهر رمضان فيه تذكير بعظيم نعمة الله تبارك وتعالى علينا، وهو تدريب عملي لاستشعار جوع الجائعين وبؤس البؤساء، وفيه أيضا أن من يجوع شهرا كاملا ويعطش يشعر بمن جاع وعطش طول عمره فيحسن إليهم ويتصدق عليهم.